كتاكيت سنة ستة ابتدائي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر مايكل عاطف من قناة هنذاكر ماس. النهاردة هنبدأ في مراجعة شهر ابريل. زي ما انت شفت كده هنحل فيها التو تيست بتوع الريفيجن كتاب المعاصر. نبدأ مع بعض كده بأول تيست معانا. بيقول لنا if the point negative 1 و 3 is moved 2 units from the right. كلمة right يبقى أنا بتكلم على الإكس ولا على الواي؟ بتكلم على الإكس. هتتحرك 2، يبقى تزود على نيجاتيف 1 ديت 2. نيجاتيف 1 بلس 2 هتديك 1. هكمل and 4 units down، وهننزل لتحت 4 وديت 3. ما هو دي بقى على الواي. هننزل 4، يبقى هنشيل من ال 3 4. 3 ماينس ال 4 نيجاتيف 1، يبقى الإجابة 1 ونيجاتيف 1. Question number 2 the area of the opposite trapezium. الاريا عبارة عن الهاف multiply السم of التو بيز اللي هما 10 بلس ال 6 multiply الهايت اللي هو ال 5. هنعمل أول 10 بلس 6 هتديك 16 by half ال 16 8 8 by 5 هتديك 40. Question number 3 if the price of a t-shirt أو a shirt is 200 then half% of its price equal. الهاف percent انت معاك السعر بتاعه، معاك بيقول لك half percent of its price هيكون بيكوال كام؟ يعني النص في المية ده هيمثل لك قد ايه من السعر. هنعمل ده تايمز ده لان انا كده عايز اجيب بارت. هنعمل 1200 تايمز الهاف. انا عايز احولها لفراكشن، فالمفروض برسنت الفراكشن ديفايد 100، يبقى انا احط تحت ايه 100. يبقى نكنسل ده مع ده simplest، يبقى الاجابه ب 1. use the given model to find the missing. طيب بيقول لك 25% of 80. انا هشتغلها الاول عادي. 25% يعني 25 over 100. كلمه off يعني by 80. هنكنسل الزيرو مع الزيرو. ال 8 divided to 4 وال 10 divided 2 تديك 5. برضو ال 5 دي ب 1 وال 25 دي ب 5. الإجابة 5 by 4 تديك 20. كده أنا جبت الإجابة. هتحط هنا ال 80 وهتكتب تحتها 25%. سوري، ال 80 هتتحط فوق ال 100. ال 80 هتتحط فوق ال 100 لأن دوت الأول. فانا دلوقتي ال 100 بقت 25 عملتها ديفايدد 4. لما تعمل دي ديفايدد 4 هتديك 20. من الاخر كده الاجابه اللي انت جبتها اللي حطها هنا وخلاص. بشتغل طبيعي جدا بالثلاث قوانين. Question number 2 located the following points on the coordinate plane. معاك ال A عبارة عن 3 و 7. ادي ال 3 وهنطلع 7. حط البوينت واسمها A. البوينت التانية B ب 6 و 0. ادي ال B 6 وادي ال 0 دي كده ال B. بيقول لك البوينت سي ال 3 يونت عبارة عن 3 يونت تو ذا ليفت. ليفت ده يعني الشمال. هنمشي كده ادي مرة ادي التانية ادي التالتة، يبقى انا كده عند ال 3. ماشي عند 4 يونتس اب وهنطلع. يبقى هي كده في الايه في الجزء ده يبقى الاكس بتاعتها بي 3. ده بالنسبة لمين؟ للسي. جبتها اهوت لما انا رجعت اهو. and 4 يونتس اب و اوف بوينت بي and 4 يونتس اب وهتطلع فوقيها 4 بالنسبة للبي. 1 2 3 4. يبقى البوينت بتاعتك بالظبط في الحتة دي عشان تبقى 3 و 4. دي كده بوينت السي. Question number 3 if the height of a rhombus is 8. الهايت معايا ب 8 and its area is 72. find its side of اللينس. تاني الاريا عبارة عن base by height. الاريا معايا ب 72 equal البيز هو برضو مش مديهالي
تايمز الهايت معايا بالايه. طبعا كده دي تايمز، مين الكبير في التايمز؟ الايكوال موجود، يبقى انا هودي ال8 الناحيه التانيه بالديفايد، يعني 72 ديفايد ال8 هتديك كام طبعا؟ ها، بالنسبه للحافظه بقى التايم تيبل كده كويس، طبعا هتكون بال9. يبقى انا كده جبت البيز بكام؟ كده انا جبت البيز عباره عن ال9، والبيز ديت هي بتمثل لك السايد بتاع الرمبس. تمام، الصفحة اللي بعدها there are 250 bubbles in a school. 15 bubbles of them were absent in one day. غابوا أو ما جوش. find the percent of absence on that day. يعني النسبة بتاعتهم كده قد إيه؟ طب أنا كده عايز أجيب percent، معاك الأول ومعاك البارت، يبقى كده هنعمل divide. يبقى دلوقتي كده هجيب البرسنت. بص، هنعمل البارت اوفر الهول، بس طبعا ده كده يبقى فراكشن، عايز احوله للبرسنت، يبقى نعمل تايمز 100 على طول. تمام، هنكنسل الزيرو مع الزيرو. 25 وال 15 الاتنين ديفايد ال 5، دي هتبقى ب 3 ودي هتبقى ب 5. برضه ال 5 دي ب 1 ومع ال 10 هتبقى 2. الإجابة في النهاية تبقى 3 باي 2 اللي هي ب 6%. يبقى ال 15 بابلز دول بيمثلوا لي قد إيه كبرسنت؟ بيمثلوا لي 6%. The price of a mobile phone before a discount، قبل الخصم is 3000. يبقى دوت كده ال all number. If the discount is 10%، what is the price after the discount؟ الأول هنعمل طبعا الرقمين دول هنعملهم تايمز لبعض عشان أقدر أجيب البارت. هنعمل 3000 تايمز ال 10%. طبعا بتتكتب ازاي؟ بتتكتب 10 over 100 percent، يعني over 100. هنشيل الزيرو ده مع الزيرو ده، ونشيل الزيرو ده مع الزيرو اللي هناك، فالإجابة هتكون ب 300. ال 300 دوت بقى ده كده الديسكاونت. يعني بقول لك دوت عليه مثلا ديسكاونت، يعني عليه خاص مثلا بلاقيكم مثلا 500 جنيه، 300 جنيه، الكلام ده. فهو بقى قال لي 10%، فانا عارف ان 10% دي بتفصل لي قد ايه فلوس؟ 300. انا بقى هجيب الرقم بتاعي اللي هو عباره عن ال 3000 ده، هعمله ماينس ال 300 عشان يديك بقى الناتج دوت كده الفلوس اللي انا هدفعها. ده كده هيبقى السعر بقى بالفعل بعد الخصم. 0 ماينس 0 0، 0 ماينس 0 0، 0 ماينس 3 مش هينفع، دي هتبقى 2، والزيرو ده هيبقى 10. 10 ماينس 3 ب 7، وال2 مفيش حاجه يبقى تنزل. يبقى انا كده هشتريه ب 2700. which one is greater in الاريا؟ يبقى انا كده هجيب الاريا بتاعت حاجتين: a triangle with the base و corresponding height. طبعا الاريا، يبقى انا كده هجيب الاريا بتاعت التراينجل. ده كده التراينجل، الاريا بتاعته عباره عن half by base by height. ادي الهاف multiply البيز ب 8 multiply الهايت ب 3.4. 3.4 دي اللي هي عباره عن 34 over 10، عشان بس نبقى شغالين اوكي. طبعا هنعمل simplest، مفيش اي مشكله، او ممكن نسيبها 3.4، مفيش مشكله برضو عادي، اهي 3.4. هاخد ال 8 مع ال 2، دي هيبقى فيها 1 ودي هيبقى فيها 4. خلاص، اعمل بقى ال 4 دي تايمز 3.4. بنعملها ازاي؟ كنا بنقول كأننا مش شايفين البوينت، اهي 34 وادي ال 4 تحتها، وقبل 4 باي 4 16، 6 وكاري اب ال 1، 4 باي 3 ب 12 و1 13. البوينت كانت بعد ديجيت بس كده خلاص، يبقى الاجابه 13 بوينت. دي كده الاريا بتاعت التراينجل. بيقول لك اور الرومبوس، يبقى هو كده عايز الاريا التانيه بتاعت الرومبوس. السايد لينس بتاعه ومعاك الهايت. طب ما احنا لسه قايلين ان الاريا عباره عن البيس باي هايت، يعني هعمل ال 10 باي ال 2.5. طبعا دي تايمز لل 10، يبقى بحرك البوينت رايت، وحركه كام مره عشان دوت 10 في 0 1، فهتبقى 25. فكده مين فيهم الكبير؟ الاريا بتاعت الرومبوس، يبقى الرومبوس هو الكبير. بيقول لك مين الاريا؟ هقول له الاريا اوف الرومبوس more than للاريا بتاعت التراينجل. اوكي، اخر سؤال في الصفحه.
write the coordinate of the point A and B. بيقول لك اكتب ال A بكام وال B بكام. عاديين جدا. ال A اهيت ال X الأول -2 وال Y ب1 -2. ال B اهي ال X بتاعتها ب 3 و1. 3 عند ال X وعند ال Y ب 1. نروح بعدها على تيست 2. From the opposite figure if the distance between ال A and ال B الديستانس ما بين ال A لحد ال B بيقول لك إن هي عبارة عن 200. بيقول لك يبقى ال X بكام؟ تاني هو دلوقتي عامل من الزيرو لحد ال A ب 150. تاني من الزيرو ل A بكام؟ هو اللي كاتب ب 150. فأنا فاهم كده إن الحتة دي أكيد بكام؟ اكيد دي كده 50. بس دي قبل الزيرو فقبل الزيرو تبقى بالنيجاتيف يبقى الاكس اكيد بكام بالنيجاتيف 50. اوكي طيب بعدها عايز الاريا اوف ذا opposite triangle. طيب حلو جدا. معايا ده ب 3 ومعاك البيز بتاعته ب 4. طبعا الاريا بتاعت الترينجل عبارة عن half باي بيز باي هايت. البيز بكام ب 4 والهايت ب 3 يبقى half باي 4 باي 3 اهي letter B. 20% of 40 كيلو جرام. هو عايز الإجابة هو بالكيلو جرام دي أهم حاجة. 20% يعني 20 over 100 off يعني times ال 40. كنسل الزيرو ده مع الزيرو ده والزيرو ده مع الزيرو اللي هناك كمان. يبقى لي 2 باي 4 equal 8 over ال 1 و1 تحت مش هيبقى لي لازمة يبقى الإجابة ب 8. Question number 2. Which is the best to buy؟ مين فيهم اللي باع أفضل؟ هنشوف دي وهنشوف دي. طبعا هنا 15 كيلو جرام بير 30 وهنا 12.5 ال اي بير 5 كيلو جرام. اوكي ال 15 كيلو جرام انا عايز اعرف يعتبر الكيلو الواحد هيتباع بكام فهعمل ده ديفايد ده 15 ديفايد 30. 15 اوفر 30. 15 اوفر 30. 15 اوفر 30 دي هنعمل لها simplest. هنعمل دي ديفايد ال 5 هيقول لي ب 3 ودي ديفايد 5 ب 6. ايه ده؟ دي برضه ديفايد 3 ب 1 ودي ديفايد 3 ب 2. هلاقي الإجابة عبارة عن 1 over 2. هدخل بعدها على السكند. هنا أنا عملت الكيلو جرام هو اللي ديفايد ال اي اللي هو الساعة. هنا أنت عامل برضو الكيلو جرام هو اللي ديفايد يعني ما تعملش 12.5 لا هعمل ال 5 هي اللي ديفايد لأن الكيلو جرام الأولاني عملته هو الأولاني فهنا برضو لازم أعمل الكيلو جرام هو الأولاني. ديفايد 12.5 اللي هو 125 over 10 عشان أعمل الحركة اللي هقولها لك دلوقتي keep change flip. طبعا هنعمل simplest يا شباب. فدي ديفايد ال 5 ب 2 ودي ديفايد ال 5 تطلع معاك ب 25. برضه دي ديفايد ال 5 ب 5 ودي ديفايد ال 5 ب 1. اللي فوق 1 باي 2 ب 2 اوفر اللي تحت ب 5. طب يا مستر دول مش لايك للدينيمينيتور عشان اقدر احدد مين فيهم الكبير ومين فيهم الصغير. هقول لك سهلة برضه مفيش مشكلة. دي 5 صح؟ اعمل اللي فوق ده تايمز ال 5 ودي اللي تحت كام 2 اعملها فوق باي 2. دي هتطلع ب 5 ودي هتطلع ب 4. مين الكبير كده بالعقل ال 4 ولا ال 5؟ ال 5. يبقى الفيرست هو الأفضل بالنسبة لنا. Number 2. The two base lengths of a parallelogram are 10 centimeter and 8 centimeter. 10 و 8. بيقول لك the smaller height الهايت الصغير ب 5. عايز يعرف الاريا بتاعت الباراليلوجرام. طيب هي الاريا بتاعت الباراليلوجرام كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن البيز مالتبلاي الكورسبوندنج هايت. تاني كانت عبارة عن البيز مالتبلاي ايه؟ الكورسبوندنج هايت. فدلوقتي انت الكورسبوندنج هايت ده بالنسبة لنا هيجيبه ازاي او بيمثل لي ايه؟ بنشتغل كالتالي.
قال لك smallest height يبقى تاخد البيزك كبير، والعكس صحيح. دي الهايت الصغير، يبقى انا هاخد الاكبر. مين في دولة الكبير؟ ال 10، يبقى هاخد ال 10 ملتبلاي ال 5، يبقى الاجابة 50 سنتيمتر طبعا سكوير. تمام يا مستر، كمل. طيب بعدها يا شباب ابتدى ان هو راح قال لي ايه؟ قال لي في السؤال اللي بعده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك يوسف عمل ايه؟ بوت كار. ماشي، اشترى كار. الكار اللي هو اشتراها دي بايه كام؟ بكام؟ ب 70,000 باوند. تاني بايه؟ ب 70,000 باوند. في بيت دفع مقدم 25% اوف ذا برايس، يعني دفع كده زي اوفر كده عشان خاطر ان هو ايه؟ هيشتريه. How much money did he buy؟ بيقول لك كده الفلوس اللي هو دفعها. How much money did he buy؟ متبقي قد ايه عشان يعني هيدفعه، او هو اللي دفعه دوت قد ايه. هو دفع مقدم كذا بكام كام دوت. فانا كده معايا الاول ومعايا البرسنت، يبقى انا كده عايز اجيب البارت، يبقى هنعمل تايمز. هعمل 70,000 تايمز ال 25 اوفر ال 100 ايكوال. كنسل الزيروهين مع الزيروهين، وهننزل الزيروهين التانيين. هعمل ال 7 باي 25، ادي ال 25 هي الكبير فوق بس الصغير تحت، واعمل الفاي. 7 باي 5 ب 35، 7 باي 2 ب 14، و 3 17. هتنزل هنا. ده كده يبقى 25% هو دوت الفلوس اللي هو دفعها. دفع 17,500، ده كده الجزء اللي هو دفعه كفلوس. بلوت ذا تو اوردرد بير، هنحط الاي ونحط البي. الاي معاك ب 2 5، 2 وادي 5 هتطلع 5 اسمها ايه. بعدها 2 و 8، ادي 2 هنطلع 8 نسميها بي. هو عاوز يعرف الديستانس ما بينهم قد ايه. قلت لك هتعمل حاجه جميله جدا، قلت لك مين اللي زي بعض؟ الاكس، هنا الاكس ب 2 هنا الاكس ب 2 كانك مش شايف. مين المختلفين؟ الواي. كام وكام؟ 5 و8. اعمل الكبير ماينس الصغير تديك 3. خلصت. هتقدر تجيبها من على الرسمه، مفيش مشكله. اللي بعدها بيقول لك بلوت ذا بوينتس الاي. الاي معاك ب 2 5، ادي 2 هنطلع 5 اسمها ايه. نيجاتيف 2 5 اللي هي البي، اروح عند النيجاتيف 2 وهنطلع الدور برضو الخامس اسمها بي. السي بنيجاتيف 2 نيجاتيف 1، ادي النيجاتيف 2 هننزل نيجاتيف 1 في الحته دي كده بالظبط، دي اسمها السي. then determine the type of the shape. حدد الشكل دوت. طبعا هعمل كده وكده وكده. طبعا باين قوي ان هو ايه؟ right angle triangle. right angle triangle. حلو جدا. which one is greater in الاريا؟ بيقول لك مين الشكل الكبير بالنسبة للاريا. بيقول لك معاك بارالوجرام، قوس البيز بتاعته اللينس بتاعها ب 12 والكورسبوندنج هايت بتاعها هو ب 10. فانا هجيب كده الاريا هي بتاعت البارالوجرام. البارالوجرام عبارة عن البيز باي هايت. البيز معانا زي ما هو لسه قايل لك ب 12 والهايت ب 10، ف 12 باي 10 بننزل الزيرو، 1 باي 12 ب 12. كده انا جبت الاريا بتاعت البارالوجرام. قال لك معاك الشكل التاني يعني ريكتانجل. ريكتانجل الاريا بتاعته انا عارف ان هي عباره عن اللينس باي الويدث. هو قال لك الدايمنشن اللي هما اللينس والويدث يعني 14 و8، يبقى هعمل 14 باي ال 8 ايكوال. هتحط الكبير فوق وهتحط الصغير تحت وهنعمل الملتبلاي. 8 باي 4 32، 2 كاري اب ال 3، 8 باي 1 ب 8 بلس ال 3 ب 11، يبقى 112. كده مين الكبير؟ الاريا بتاعت الباراليلوجرام. يبقى اقول له ان الباراليلوجرام هو لمورزان. يبقى الاريا بتاعت الباراليلوجرام هي الاكبر، هو اللي فوق. from the opposite بيقول لك 10 باي 10 جريد. اوكي، عاوز يعرف الاكس بلس الواي هتكون بكام. هي الواي بس عشان لو هي مش واضحة، هي دي متلونة
ممكن ألونها لك أنا تاني، الحتة دي كده متلونة. يا نهار أبيض، هو يا كده يا كده. استنى، أيوه الحتة بس كده الصفرة دي، هي دي بس المتلونة. خلاص، ودي الإكس الجزء دوت بس لون، بس المربع الواحد ده بس. خلاص كده تمام. ابتدي. عاوز يعرف الاكس بلس الواي تطلع بكام؟ طب حلو، انت معاك ده كده كله بكام؟ معاك ده كله ب 600. طب ال 600 دي مش المفروض دول عددهم 100؟ هعمل 600 دي ديفايد ال 100 عشان اعرف السكوير الواحد بكام. 600 اوفر ال 100، هنكنسل الزيروين مع الزيروين، يبقى الاجابه ب 6. يبقى انا كده جبت الاكس ب 6. ناقصني كده يا مستر الواي. هقول لك عادي، انت عرفت الواحد ان هو ب 6، دول عددهم كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. دول عددهم 8، ودول كام؟ وانت جبت الواحده بكام؟ ب 6. 8 باي 6 ب 48. يبقى انا كمان ده كمان جبت الواي ب 48. هو عايز ايه بقى؟ عايز الاكس بلس الواي، انا هعمل ال 6 بلس ال 48 تطلع بكام؟ هعمل ال 6 بلس ال 8 هتديني 14. 4 كاري اب ال 1، 1 و 4 5، يبقى الإجابة النهائية ب 54. كده نكون خلصنا الريفيجن بتاعتنا. طبعا ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير للفيديو عشان زمايلك كمان يستفادوا زي ما انت استفدت، وتكتب لي كومنت كده حلو كان الفيديو عجبك. في النهاية أحب أقول لك لو خايف من الماس، مستر مايكل هو الأساس. سلام.